مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا يتجدد بكم عبر برنامجنا حصاد اليوم. وردنا قبل قليل خبر عاجل من مراسلنا أن المنصرة المغربية نورك قد اكتشفت إشكالا خطيرا في حديث من أحاديث الإمام أحمد على حد زعمها، لذا سنجري معها هذا اللقاء على الهواء مباشرة. سيدة نورك، هل أنت في الاستماع؟ مرحبا بك معنا على الهواء مباشرة. سيدة نورك، ما هو أخطر إشكال وقفت عليه خلال دراستك لمسند الإمام أحمد سندا ومتنا؟ تفضلي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضري. أو فريني شكون هذا أبو النضري؟ كنعرفوا واحد سميتو أبو النضري اللي اكتشف النظرية الثالثة والكتاب الأخضر وإسراطين، وهذا لم يدرك الإمام أحمد. أو عودي. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضري. عجيب. إذا الإمام أحمد ما تلاقاش مع أبو النضري. الإمام أحمد قال أبو النضر حالة الوقف، حالة الوصل أبو النضر سعيد، هكذا. زيدي كملي. قال حدثنا الزهري. أو حبسي عاودي كي سميتو. قال حدثنا الزهري. حبسي شكون هاد الزهري عاود؟ واش جاركم ولا؟ كون غير غلطتي في الضمه قلتي الزهري نقولوا ربما الشيخ ديال الامام مالك. والامام احمد قال حدثنا زهير. واش جاب زهير للزهري؟ والله يعطيك مرض الزهري اللي هو السيفيليس، اذا كنت مصره بالجهاله ديالك على خدمه زكريا بوراس. زيدي كملي. حدثنا سعيد الطائي حدثنا أبو الولية ومولى أمي المؤمنين. فريني الولية، أراك شقفتي السند دابا. انت ماشي مدلسة، انت مشقفة. شكون هذا أبو ولية؟ مولى أمي مؤمنين. عاودي. حدثنا أبو الولية ومولى أمي المؤمنين. حبسي الغبية، ماشي أبو ولية آمي مؤمنين، وإنما حدثنا أبو المدلة مولى أم المؤمنين. يلا كملي. سمع أن أبا هريرة قال قلنا يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. حبسي وإن كانت هذه أهون من طامات التي ستأتي. وفر الفاعل في الجملة. واش الفاعل صلبتيه؟ راه مصلوب في محل رفعين. واخا زيدي كملي. رقت قلوبنا. زيدي كملي. وإذا فرقناك عجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. حبسي راه كاين فرق بين فرقناك وفارقناك وفارقناك. إذن وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وماشي عجبتنا. وكان غير قلتي عجنتنا غادي تجي عليك، لأن العقل ديالك فيه العجينة وكتفكري بالعقلية ديال العجينة. إذن الصحيح أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد. زيدي كملي. فقال لو كنتم تكونون على كل حال على حال التي أنتم عليها عندي. حبسي ماشي هكذاك. قال لو أنكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي. زيدي كملي. إذا صفحتكم الملائكة فأكفاهم برزقكم في بيوتكم. حبسي عاودي لهادي. فأكفاهم برزقكم، فين كاين أكفاهم؟ عاودي. فأكفاهم برزقكم في بيوتكم. يا لطيف. اروينا هادي شقفت كل شيء. واش حقك راك كتروني في الطنجرة ولا؟ فين كاين فأكفاهم رزقكم؟ واش بأكفهم ولا زارتكم ولات فأكفاهم رزقكم؟ يا لطيف. إذن قال لصافحتكم الملائكة بأكفهم ولزارتكم في بيوتكم.
وما كاينش لا رزقكم وما كاينش أكفاهم. زيدي كملي الغبية كملي. ولو لم تذنبوا فجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر الله لهم فإن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة فإن أيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجنة. ماشي هيك راكي تلفتي. قال قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة. أكملي. فما بينهم وقال لو بنا ذهبنا ولدنا وفضة وملائكة ومسك. أو حبسي اش من لغة هادي؟ اش من لغة كتقراي؟ واش نفخ فيك الإلهام ديال القادوس الممتد من الغرف ديال الأقباط وليتي كتهضري لغة أخرى؟ واش نفخ فيك الإلهام ديال القادوس وليتي كتكلمي لغة أخرى؟ واش لبنة ذهب ولات ولو بنا ذهبنا ولدنا وفضة؟ واش لبنة فضة ولات ولدنا وفضة؟ مصيبة هذه. واش ملاطها المسك ولات وملائكة ومسكن؟ وملاطها المسك تحولت وملائكة ومسكن. فضيحة. عاودي قراي. ما بناؤها؟ قال لبنة ذهب ولبنة فضة وملاطها المسك. زيدي كي قرأتي هذه. فما بينهم وقال لو بنا ذهبنا ولدنا وفضة وملائكة ومسكن. اش بغيتي تقول؟ ها هو الأحاديث كنكملوا لك وانت كتقول لي كلام. ايوا على سلامتك. وصلتي النص ديال الحديث، وصلتي نص العقبة. انورك المنصرة الغبية بعد ما زلقتي وتكركبتي وتشقفتي ايوا يلا هاري ما عندك. اعطينا نتيجة الدراسة ديالك والاشكال اللي اكتشفتيه في هذا الحديث. يلا معك اللاقط تفضلي. يلا خويا انا الان سؤالي بالتحديد ما معنى انه كيقولوا لي حنا ملي كنتفرقوا معاك كنشمو او كنشتهي. انا الان كتقول بانه الشم يعني ماشي بالشم. اوكي انا متفقه معك يعني الاشتهاء. والاولاد من هم الاولاد؟ شكون هما هاد الاولاد اللي كيشتهيهم؟ هل هناك واش كيشتهي ولادو يعني غير بالعقل؟ هل شي واحد كيشتهي ولادو؟ ما معنى انك تشتهي الاولاد؟ فهمتي؟ يلا معك المايك. واخيرا تمخض الجمل فولد فأرا. امرك الغبية. هاد العقبة اللي طلعتيها فين كاين في هذا الحديث واشتهينا النساء والاولاد؟ انما فيه وشممنا النساء والاولاد. ثم كلمة اشتهي لها مخرج في اللغة. اذا قلنا مثلا اشتهي رؤية ابنائي او اشتهي دخول الجنة أو أشتهي قراءة القرآن بمعنى أحب، أي إشكال في ذلك؟ طيب إلا بغينا نفهموا هذه الكلمة بالمفهوم اللي كتفهموه نتوما اللي كتعيشوا في الوسط ديال الرذيلة والوسط ديال الشذوذ، غادي نخذوا واحد النص من الكتاب ديالك المقدس، رسالة بطرس الرسول الأولى الإصحاح الأول، نجد بواسطة الذين بشروكم في الروح القدس المرسل من السماء الذي تشتهي الملائكة. وشكون هاد المرسل من السماء اللي تشتهيه الملائكة؟ يلا فسري لنا. طيب ما دام رفضت الإجابة سأحول السؤال مباشرة إلى إشنو بنت القيد علال. تفضلي معك اللاقط. سلام مسيح معكم. راه كتوقع لي واحد المشكله دابا ما كيبقاش يبان لي المايك وكتوقف الهضره وكتسحب لي راه حتى واحد ما هز المايك. كنبغي نسمع نقلب على شي واحد يهز المايك فينكم وانتو كنصدق ورا شي واحد كيهضر وانا كاع ما باين ليا. هذه المشكله. بغيت نعاود لكم بان مسمينا الاخ راجد مسمينو الضبع. ماما بقيد علال احنا ما سقسيناكش على الضبع، احنا عارفين راه اشتهر في البالطو كله انه الضبع، انما السؤال هو على النص اللي كيقول ان الملائكه تشتهي. شكون هو هذا المرسل اللي تشتهيه الملائكه؟ يلا خذي اللاقط واجبينا. انا فاهمه السؤال وعندي الاجابه ولكن انا ما غاديش نجاوب، ما خاصنيش نجاوب، فهمتيني؟ هذا الشيء غادي نجيبوا اب من الاباوات غادي يجي هنايا وممكن تجي الاخ وتسول هذا السؤال وغادي نجاوبوه. الا كنتي معايا هز يدك اخي نعد. اوكي شد ما خويا شد الاداره حيت راه عندي ولدي ما كنقدرش نشدها وقت طويل. ايوا ماما بالقيد علال واش داك؟ ها احنا سيدي جبنا الاباها، ياك نورك المنصره المغربيه، ياك اباها من الابهات، ها هي ما عطاتنا جواب. اواش داك ماما بالقيد علال؟ روحي قابلي داك الوليد، روحي ديري له ما ياكل، عيا ما كيدير الاضراب، عيا ما يحتج،
عيا ما يجبد فيك، عيا ما يزقي، روحي قابلي ولدك حسن لك. واش داك داخله هاد البحر حارقه وما تعرفيش تعومي؟ كان غير جبتي معاك بعدا الشومبرير، راه حتى نورك ما كتعرفش تعوم، راه كيتشدي فيها تغرقي انت وياها. يلا ماما بنت القايد علال قبل ما تمشي يلا قولي لنا كلمه اخيره. علاش نورك ما عطاتناش اجابه؟ علاش قرات الاحاديث بالمقلوب وما جابت معها حتى شي اجابات؟ عندك انت شي جواب؟ يلا تفضلي خذ اللقيط. سلام المسيح مع الجميع. يلا لا نسمك راجل، كيف ما حنا كنجبدوا دليل كنحطوه قدامكم. يلا وريني ياك مسلم قح وبين القحوقيه ديالك دابا. يلا وريني ياك مسلم قح وبين القحوقيه ديالك دابا. لا ما شاء الله عليك ماما بنت القايد علال، لا كي جبتي دليل وحطيتيه قدامنا ديال الغباوه والحماقه ديالك اكدتيه. نعم. ننتقل الى نورك المنصره الغبيه، تفضلي معك اللقيط. هل هناك واش يشتهي ولاده؟ يعني غير بالعقل؟ بلاتي عن اي عقل تتحدثين؟ عن العقل الامي، عن العقل الغبي، عن العقل البليد الذي لا يفقه ولا يعقل. وانتيا فهميني، يلا قولي لي انت في الكتاب المقدس ديالك كيف تشتهي الملائكه؟ يلا قولي لي كيف تشتهي الملائكه المرسل من السماء؟ واش جاوبتينا؟ واش عندك شي اجابه؟ بهذا الغباء ديالك وبهذه البلاده ديالك بغيناك انتيا تفهمينا ما المراد من قوله ان الملائكه تشتهي المرسل من السماء. ما المراد بتشتهي؟ بديك العقليه ديالكم نتوما اللي نشأتوا في الوسط ديال الرذيله وديال البغاء، بهذه العقليه بغينا تشرحي لنا. بهذا العقل هذا الذي حق فيه كما في سفر الأمثال في كتابك المقدس الإصحاح 11: خنزيرة المرأة الجميلة العديمة العقل. هكذا في كتابك المقدس في سفر الأمثال. وينطبق عليك أيضا ما ورد في كتابك المقدس في سفر الأمثال الإصحاح 9: المرأة الجاهلة صخابة حمقاء ولا تدري شيئا. وكذلك أنت صخابة حمقاء ولا تدري شيئا. وكان عليك أن تلتزمي بما ورد في كتابك المقدس في رسالة بولس الأولى الإصحاح 2: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجال، بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى، لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. فليتك سكت، فالمرأة في كتابك المقدس هي مصدر الشر ومصدر البلاء ومصدر الفتن.